السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال يا رب، اللهم امين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا يا رب العالمين. بسم الله. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اعمل معاكم الطريقه دي. هي طريقه تقليديه جدا وعاديه جدا، ما فيهاش اي حاجه، بس انا ما بحبش الاكل البسيط. بحس ان انا ما بعملش اكل عموما يعني. فانا قررت ان انا اعمل فراخ مسلوقه، والفراخ البيضاء عموما يعني بحبها في المشويه اكتر، وبحبها بالبصل اكتر. يعني بتبقى مشويه بالبصل ومشويه كده لوحدها، بتبقى تحفه صراحه. فانا قلت اغير لهم النهارده، عايزه اكل شوربه. وبعدين علاء كمان ابني عايز شوربه، بقاله كام يوم كده عايز شوربه. بس آه، مش عارفة يعني. كذا مرة اطلع الفراخ ديت وتفك، وارجع اطلعها تاني واحطها في الفريزر، وارجع بقالي كام يوم على كده. فقلت النهارده هعمل لهم بقى شوية رز بشعرية، والاكل يبقى خفيف وظريف. عملت بقى الفراخ، طلعتها وشوحتها كويس جدا. عارفين يعني ايه شوحتها كويس جدا؟ عشان اي زفارة تنزل منها. تمام. بفضل بقى عيني عليها واقلبها يمين يمين وشمال، عشان تبقى كويسه كده وجميله. اول ما تنزل بقى الميه بتاعتها، وزي ما انتم شايفين كده بحط بصلايه وطماطمايه بقى وبصلايه تانية متقطعه صغيره، وافركهم كويس جدا بالملح والفلفل الاسود. واول خلاص بقى ما الفراخ تاخد معانا اللون اللي انتوا شايفينه دوت، هقوم بقى منزله الميه السخنه عليها. تمام. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، مجرد بس ما شوحتها، لا في ريم ابيض ولا في اي حاجه خالص. الشوربه اكنها لسه عاملينها. عارفين بقى لو انا عامله الميه مغليه ونزلت الفراخ على طول، هتلاقوا الشوربه بتاعتها بالمنظر ده، لكن لسه ما استوتش. وما شاء الله اللهم بارك، شوربتها عامله ازاي. هنشوفها مع بعض بعد ما تستوي هتبقى عامله ازاي ان شاء الله، وهتعجبكم. اول حاجه بقى قلت ابدا اسمي الله كده واعمل لهم شويه رز بشعريه و... واليوم بقى يعدي كده بشويه ليمون وشويه شوربه، وكل واحد ياخد حته فرخته كده. انا بقالي كتير والله ما عملتش الاكله ديت، بس الحمد لله اكلنا بالف هنا وشفا، والولاد بقوا مبسوطين جدا. برغم ان انا والله بحب اعمل لهم كل حاجه هم بيحبوها، ومش بحب استسهل والله. يعني بحب اعمل لهم كل يوم الاكل اللي هم بيحبوه. ربنا يبارك فيهم يا رب، يبارك في كل اولادنا جميعا. قلت بقى اعمل الرز بالمره. الاكل ده عموما مش بياخد اي وقت خالص، يعني الفراخ البيضه ما بتاخدش اي وقت في التسويه. مجرد بس ما سبتها قلت اعمل الرز، وكل حاجه استوت في ثانيه ما شاء الله اللهم بارك. عملت بقى الرز وحضرت، كان خلاص المغرب اذن. قلنا بقى حمرت الفراخ، وبحب احط على الفراخ اول ما تطلع على طول شويه ملح وشويه فلفل اسود. بص الشوربه ما شاء الله اللهم بارك، والله حرفيا وانا بغرفها انا حسيت ان دي شوربه لحمه مش شوربه فراخ. الطريقه دي جباره عموما، يعني مش عايزه اقول لكم بتبقى ريحه وطعم رهيب. اللهم بارك. تفضلوا معانا بألف هنا وشفا. دي بقى محتاجه تفصصي، ومحتاجه شويه ليمون عليها. هي ما كانتش محتاجه والله، بس هي ولادي في جزء بيحب ليمون، وفي بيحب من غير ليمون. نشرب بقى الشاي عشان نغسل المواعين. كنت بقى مبوشه البطاطا. البطاطا بتاعتنا ديت ده موسم، وبالذات البطاطا اللي هي الحمراء بتبقى جميله قوي، فلاحي يعني بمعنى اصح. فولادي كانوا شامين ريحه حد بيعمل بطاطا، مع اني كنت لسه عامله لهم قريب، بس هما طلبوها يعني. فقلت عبال ما اشرب الشاي وكده تكون هي باشت. بصوا ما شاء الله، كانت باشت وبقت نضيفه وبقت زي الفل. قلت بقى اقطع الاطراف بتاعتها واخرمها بالسكينه. كنت بقى مشغله الفرن من تحت بس على نار عاليه. اول ما بتدخل بس كده واشم ريحتها على طول، اقوم موطيه النار عليها واسيبها بقى مع نفسها. بتنزل كميه طينه رهيبه. دي بقى البطاطا اللي بجد اللي احنا بنحبها. انا عايزه اقول لكم بقى ان الميه بتاعه البطاطا دي انا مش برميها، انا بروي بيها الزرع. بتبقى جميله جدا ومفيده.
بتخلي الزرع اخضر كده ومفرفش كده وجميل. شايفين حجم البطاطا ده لازم يكون بالمنظر ده، ما يبقاش رفيع، لازم تكون البطاطايه مليانه عشان بتبقى فيها لحم، بتبقى ملحمه كده، بتعرفي تاكلي بالمعلقه ايا كان بقى. في ناس بتاكلها بقشرها عادي. يلا وبألف هنا وشفا اللي وصل لغايه هنا وكمل معايا الفيديو للاخر. بحبكم جدا والله، وبحبكم في الله. وعايزه اقول لكم انا بقالي فتره كبيره جدا والله مفتقداكم. اتمنى تدعموا القناه وتحطوا اللايك. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.